رمضان كريم فتح يا عليم 30 يوم فيه انا وسعادة. قعدة رمضان حلوة يا جدعان، شهر الإحسان كله عباد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير يا رب، ويكون شهر خير علينا جميعا يا رب. النهارده راجعه لكم فيديو جديد وحلقه جديده من حلقات مطبخ توته. النهارده هنبتدي مع بعض كده بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول. هنا اول حاجه ببتدي بيها اول ما بخش المطبخ، بعمله من بدري علشان يلحق يتنقع كده ويطرى. الخشاف البلح ايا كان، هتعملوا ايه. انا بعمل هنا هي كده الخشاف. كان اول مره بقى اعمله من ساعه رمضان، كنا بصراحه بنبل بلح باللبن على طول، فقلنا بقى نغير ونعمل ايه خشاف. زي ما انتم شايفين كده قطعت المشمشيه والقراصيه والتينيه، قطعتهم زي ما انتم شايفين كده وحطيتهم كده ايه. كنت نقع شويه بلح قبلها يعني بليله وكانوا فايضين، حبة صغيرين، فزودت عليهم حبة بلح وزودت عليهم ايه الخشاف، وهحط سكر ومية وخلاص على كده. سكر قليل عشان الفواكه المجففة دي بيبقى فيها سكر كتير. تمام. تمام، اول حاجة عملناها كده الخشاف زي ما انتم شايفين وركناه. هنا بقى هنعمل بقى مشروب الرمضاني الجميل جدا ده. عملت الكركديه، وهحط عليه، انا متعوده ان انا بحط عليه ايه قطعه تمر هندي كده، بيبقى طعمها حلو جدا جدا جدا، وبتديله مزازه وطعم كده حلو قوي. جربيه كده بصي تحفه، وبصراحه حلو جدا لمرضى الضغط العالي. تمام. هنا بقى بدأت كده عملت الكركديه كده، وغليته وحطيته كده بقى يعني هصفيه بقى واحطه في التلاجة بس كده. الكركديه دوت عشان انا مكتره فيه الكركديه والتمر الهندي فهو تقيل، فانا هزوده ميه. تمام. تمام. هنا بقى كنت حاشيه قطايف مكسرات، وبقليها كده. القطايف ما لهاش افتكاسه، عملتها معاكم كذا مره قبل كده. حشيتها بقى مكسرات كده وبقليها. وهنا بعمل البصله بتاعه اللحمه العصاج، يعني انا بعصج لحمه هنا. هنعمل مع بعض ايه النهارده؟ هنعمل مع بعض ايه؟ هنعمل مع بعض لازانيا. خلاص بقى زهقنا من المحاشي، يلا نعمل بقى طبق لازانيا كده، صينيه لازانيا جميله كده. البنات بيحبوها وكلنا، ما حدش بيكرهها، يعني جميله جدا جدا جدا. حطيت هنا بقى كده البصله، وحطيت قرن فلفل حامي، وحطيت اللحمه. وبحط بقى البهار بتاعنا، حطيت ملح وفلفل، وهسيبها بقى كده تتسبك. وبعد كده كان عندي طماطم يعني متسبكه في قلب التلاجة، حطيت منها معلقتين كده. وهحط شويه ميه، بس انا عايزه اللحمه هنا سايله شويه. تمام. تمام. القطايف بتتحمر زي ما انتم شايفين، بصوا لونها حلو جدا، ما تغيبوش عليها عشان ما تغمقش منكم، زي ما انتم شايفين كده. هبتدي بقى اخلص كده الكميه بتاعتي كلها. هنا بقى هنعمل البشاميل بتاع اللازانيا يا بنات، على يعني عايزين تعملوه صح ومظبوط، تعملوه خفيف. هنا حطيت يعني بمقدار مثلا 3 معالق زبده كبار، ورشه يعني معلقه زيت واحده علشان خاطر الزبده ما تتحرقش. وهحط بردك 3 معالق دقيق. زي ما انتم شايفين كده. هشوحهم بقى، هشوح الدقيق بقى كده حلو، يعني ان هو يطلع ريحته عشان ما يبقاش ني. زي ما انتم شايفين كده. يلا صلي على الرسول بقى كده. وهحط بقى ايه هنا، هحط كيلو وربع لبن، ومكعبين 2 مرقة، وحبة ملح وحبة فلفل اسود. بس لو عندك رشة جوز الطيب حطيها، مش حباها ما تحطيهاش، بتخلي البشاميل طعمه حلو جدا. بس كده البشاميل بتاعي هنا كده هيبقى خفيف، مش هيبقى تقيل. معلش بقى الباعة يعني بيعلنوا عن حاجتهم وكده. هنا بصوا البشاميل خفيف ازاي.
بجيب بقى الطاجن اللي انا هعمل فيه او الصينيه اللي انا هعمل فيها. كنت بحط كده اللازانيا، بشوف كده هيبقى رسمتها ازاي يعني في قلب الحله. وبعد كده هشيلها، هحط بقى كده هنا بقى طبقه بشاميل من تحت كده، علشان خاطر اللازانيا ما تلزقش، وفي نفس الوقت دي لازانيا نيه، يعني انا عايزه اللازانيا تستوي. لازم البشاميل بتاعها يبقى كتير وسايح كده، واللحمه كمان تبقى سايحه. تمام. عايزه اقول لكم كانت مستويه وطعمها جميل جدا 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 جدا. والله البنات حبوها عن المكرونه بالبشاميل. بصوا زي ما انتم شايفين كده، بحط اللحمه وبحط بردك مثلا معلقتين كده بشاميل، وبعد كده برجع تاني احط ايه اللازانيا. خلف خلاف بقى، كل طبقه تبقى خلف خلاف التانية. زي ما انتم شايفين كده، صلوا على النبي. بحط طبقه لحمه. اهم حاجه البشاميل تبقى يعني بصي غايصه كده، جوسي كده في البشاميل، زي ما انتم شايفين كده. ما تخافوش من التكسير، بتطلع تحفة. زي ما انتوا شايفين كده اهو. بحط بردك مغرفة كده بشاميل. اهم حاجة كل طبقة لازم يتحط لها بشاميل عشان تستوي. عايزه اقول لكم بردك تركه كمان هنا كده، كان التليفون وقع معلش بقى. عايزه اقول لكم تركه كمان عشان في تسويتها. انا عملت الصينيه دي وقعدتها يعني حوالي نص ساعه بره الفرن، يعني ما دخلتهاش الفرن على طول. قعدتها حوالي نص ساعه بره الفرن. المكرونه يا بنات، يعني طبقه المكرونه اللي فيها يعني بتطرى بالسوائل اللي احنا حطيناها. فانا عايزاكم تعملوا كده بجد بجد، تسويتها بتبقى فظيعه. حطيت طبقه هنا بقى جبنه موتزاريلا، ما بحطهاش على الوش عشان ما تتحرقش وكده، ما بستفادش بيها بصراحه. بحطها كده قبل البشاميل، وبعد كده بنزل البشاميل اللي فاضل عليها. طبعا بردك بطبقه بشاميل حلوه كده، لازم تكون مغطيه كل الاطراف بتاعتها. وزي ما بقول لكم كده، انا ما بدخلهاش الفرن على طول، لا بسيبها شويه بره بتاع قيمه نص ساعه كده، وبعد كده ايه بروح مدخليها. بس كده، بدخلها على نار مش عاليه، نار وسط. تمام. تمام. انا كنت طبعا مفرزه بانيه. ده فيجيتار سايب حار. وانا طبعا مفرزه البانيه بتتبيلته، بصوا بالتتبيله بتاعته، يا دوبك بخرجه كده من الله اكبر، لا عظمه والعياذ بالله. دي الاقامه يا بنات، الظهر بيأذن عندنا. بخرجه كده من الفريزر، يا دوبك يفك، واحطه في قلب البقسماط على طول، واروح قلياه. بصوا مفيش اسهل من كده. بجيب البانيه بغسله غسله نظيفه، واروح حاطاه في التتبيله بتاعته، واروح حاطاه في قلب ايه الفريزر. بطلعه يا دوبك بقى ايه على القلي على طول. بس كده. انا هقليه بقى وهوريكم الشكل النهائي. بس ده الاكل بتاعنا، ويا رب يا رب يعجبكم. بصوا حاجه كده في منتهى الجمال، القطايف والخشاف، وقالت سمبوسه بالجبن، وحاجه كده في منتهى الجمال والشيك. يلا كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله.